ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم البنات؟ كلشي في امان الله. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وان شاء الله كدوزوا عواشر مباركه وكتوجدوا ان شاء الله في الشهر الكريم. اليوم جيتكم بعطريات جداد. دائما كتسولوني على الجديد، جبت لكم الجديد ان شاء الله. غتشوفوا معايا هنا عندي سكينجبير بالليمون، كما كتشوفوا سكينجبير بالليمون. هادو عطريات يلاه دخلوا جداد. عندي الدجاج بالحامض وازير، هذا كيجي زوين في الطويجنات، في الدجاج مقلي حتى هو كيجي فيه زوين. عندي الاخر اللي جديد هو الابزار بالحامض. هادو كلهم عطريات خديتهم جداد ان شاء الله وبغيت نجربهم وقلت نتقاسمهم معكم. علاش لا؟ عطريات تركيه البنات. مازال ما نسيتكمش المالح، غير نحيد المعسلات ان شاء الله ديال الناس ديالهم ونبدا معكم في المالح بحول الله. دونك هنا عندنا عطريه تركيه، عندي عطريه الكفته زوينه هاد العطريه هادي، وعندي العطريه ديال الشاورما هادي. يعني هادي وهادي راهما معروفين. دونك اللي جديد هو الابزار بالحامض، وعندي سكينجبير بالليمون. بما انني غادي نوجد واحد الشهيوه غتشوفوها معايا دابا. غادي نوجد معكم الدجاج، بسيطلات ديال الدجاج صغيورين بهاد المكونات هادو. دونك عندي هنا، عندي في المكونات عندي معلقه ديال السمن، عندي شويه ديال الابزار، وشويه ديك الضويمه ديال الخرقوم وحيده، وعندي هنا معلقه ديال هذاك سكينجبير اللي بالليمون. بما انني انا دائما كنستعمل عصير الليمون في البسيطلات ديال الدجاج واللوز، دابا حيدت الليمون وعوضته بهاد العطريات هادو. وعندي هنا شويه ديال الخرقوم. دونك هادو كاملين غنديرهم هكا هنايا. دونك هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، وغادي نخلط هاد العناصر هادو كاملين. وغادي نرقد فيهم الدجاجه ديالي. نسيت شويه ديال الملحه، وغادي نخلي هاد الدجاج. عندي هنا دجاجه، نخلي هاد الدجاج هذا كيترقد هكا في هاد التتبيله هادي حتى الصباح ان شاء الله، وعاد غادي نطيب الدجاج. دونك هنا انا غادي ندخل ليه ديك العطريه كلها مزيان. العطريه كلها غادي تلقاوها عند ملكه بوبكري، هي اللي كتبيعها. راه النمره غادي نخليها لكم في اسفل الفيديو ان شاء الله، باش اللي بغات تمشي تاخذ الجديد ديال العطريه راها تمشي. صافي غادي نخلي هاد العطريه هادي، هاد الدجاج هذا كيتشرب هاد العطريه هادي، وديك الساعات غادي ندوزو باش نطيبوها. انا غادي نبيتها نغطيها بالبلاستيك ونبيتها ونخليها حتى الصباح ان شاء الله. عاد غادي نطيب هاد الدجاج هذا. دونك نوجد البصله، نوجد اللوز ديالي، ونكملوا الوصفه. صافي هنا غادي نغطيها وغادي نخليها تبات ليله كامله كما قلت لكم البنات. بالنسبه للعطريه اللي هنا في المغرب راه كاينه ملكه بوبكري. بالنسبه للبنات ديال اوروبا دونك هذه ضروريه مهمه بغيت نشير ليها. كاينه لا مراكشيه ستور باي كريمه، اللي بغاتها راه غادي نخلي لكم حتى هي الرقم ديال التليفون ديالها، راها كتصيفط لجميع انحاء اوروبا. عندها العطريه زوينه غزاله تتحمق البنات، بحال راكم جالسين في المغرب. بالنسبه لدابا لهذا الشهر الكريم كاينين بزاف ديال الشهيوات عندها الخليع، عندها السمن، عندها العطريات بجميع الانواع ديالها. اللي بغات تكوموندي من عندها غادي نخلي لكم الرقم ديالها، لا مراكشيه ستور. اللي بغات انستغرام ديالها راه غادي تدخل عندها راه كريمه وورد او لا مراكشيه ستور في الانستغرام. وبالنسبه للملكه بوبكري راها كاينه في السوق ديال الجميعه حدا مالين الورقه. فاصون غادي نخلي لكم كاع النوامر ديال التليفونات ديالهم. انا كندوز كندير الطنجره ديالي، كندير فيها كيلو د البصله. كل دجاجه عندنا بكيلو ديال البصله، وغادي نحط فوق منها هاد طريفات ديال الدجاج بحال هكا، وغادي ندير كل فوق النار. ما غنضيفش الزيت دابا حتى وكان يطلق عندي هاد القامه هذه كلها في هاد. كنخوي ديك العطريه كلها اللي بقات ليا كلها كنخويها على هذا، ونديرها فوق البوطه
حتى كتغلى وتعاود عاد ديك الساعات غادي نضيف عليها الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت روميه. ومني يبدا يدخلها الطياب، ملي غادي يطيب عندي الدجاج غادي نزولو. المهم ها نتوما معايا تنقلبوا الدجاج، ها هو دابا كيغلى صافي. دابا غادي نضيف عليه الزيت تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت صافي، وغنسد عليه ونخليه حتى يطيب الدجاج ديالي. عاد ديك الساعات غادي نبقاو مقابلين التغميره، وغنضيفوا لها القرفه والسكر ونضيفوا لها الزبده باش هكا كتشرب لينا ديك العطريه كلها. هنا صافي الدجاج ديالي ها هو طاب، كنحيدو وكنخليه كيرتاح واحد شويه على ما يبرد، وديك الساعات غادي نفرجو. ندوزو دابا نوريكم لاصوص. دابا لاصوص ديالي كتغلى، غادي نضيف ليها واحد الحبيبات ديال الزعفران شعره، وغادي نحرك هذا الشيء نبقاو حداها وهي كتقرا بلاتي توكح شي شويه. عاد ديك الساعات غادي نضيف ليها القرفه والسكر وواحد الحاجه اللي غتعجبكم بزاف انتم غتشوفوها معايا. الاضافه اللي غادي نضيف ليها اللي غتعطيها الطعم زوين وتجينا ديك التغميره غزاله كتحمق. دابا نقسمنا عليها حتى كتوكح مزيان، وغادي نزيدها واحد طريف ديال الزبده هكا باش كتعطيها البنه زوينه، ونكملوا التتبيله. شوفوا معايا دابا ها هي لاصوص بدات كتغمق. تبقاو بقادينا باش ما تحرق لكمش، ضروري باش ما تحتل لكمش من تحت. الا تحرقت لكم خصكم تبدلوا الطنجره باش داك المذاق ما يمشيش لكم داك البصله داك التغميره. هنا غادي نضيف الزبده، واحد معلقه كبيره ديال الزبده، غنضيف معلقه ديال القرفه، غادي نضيف واحد شويه ديال روح الزهر، هذا القيطه ديال روح الزهر صافي. واللي قلت لكم الاضافه اللي غادي نضيف وهو الليمون المعسل، وغادي نضيف السكر، غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال السكر، ما تكثروا السكر بزاف. وغادي نحرك هذا الشيء ونخليها كتغمر مزيان حتى غتعسل وما تبقى فيها والو، غتبقى فيها غير ديك اللبان هو اللي غادي يكون فيها. وصحوا الذوق ديالكم وتبقاو تحركوها. ملي كديروا السكر خصكم تبقاو تحركوا حتى كينسجم عندكم هاد العناصر هادو. البنات ها هي التغميره واجده. شوفوا ملي كديروا هكا كيبان لكم هادشي ناشف، يعني كتبقى غير ديك الليدام ديالها واقفه. والاهم من هادشي هو انها ما تكونش كتلصق. شوفوا داك الطريفات ديال الليمون كيفاش كيجيو زوينين وبنان. دابا من بعد ما وجدنا كلشي، التغميره ديالي ها هي دي واقفه مزيان ومعلكه. شوفوا كيفاش كتجي واقفه مزيان. التغميره خصها تكون دوك الطريفات ديال الليمون كيجيو كيحمقوا في هذه الوصفه هذه. عندي هنا الدجاج خديته وقطعته طريفات هكا صغارين. خلاص اللوز راه عارفين كلشي كيعرف. اللوز كناخذوا اللوز كنفسخوه وكنخليوه حتى كينشف. كنمسحوه بشي زويف وكنديروه في الزيت تكون بارده. ضروري البنات اللوز كيتقلى في الزيت بارده، ومني كنقليه كنخليه حتى كيبرد تماما وترجع عليه ديك البروده كلها كترجع ليه، يعني ما كيبقاش سخون نهائيا. واخا نخليه يبات حتى ليله كامله مزيان. كل ما بيتناه كل ما خلينا داك اللوز كيعطينا تقرميشه. وخديته وطحنته، زدت عليه معلقه ديال السكر وقطرات من روح الزهر وشويه د القرفه. هذا هو اللوز كيجينا هكا بحال الشكل ديال البخاليني، وهو ملي كتاكلوه كتحسوا باللوز وبداك التقرميشه ديال اللوز والتعليكه ديال اللوز. هادشي هادو هما لي زاستوس اللي ضروريين خاصهم يكونوا. يعني ضروري الواحد يحترم لي زاستوس والوصفه كما هي باش تعطيكم نتيجه زوينه. دونك غادي غادي نخلي هاد اللوز هذا هو الاخر. غادي ناخذ الدجاج ديالي وغادي نوضعو في الاناء. غنزيد معاه هذيك الدغميره، غادي نخلط هذا الشيء حتى غادي يتلبس عندي
داك الدجاج بداك الدغميره مزيان ويتشرب. وعند ديك الساعات غادي ندوزو باش نعمرو البسيطلات ديالنا. هادو كيجيو رائعين رائعين، خصوصا في هذا الشهر الكريم ديال رمضان ان شاء الله. باش كتعطينا ديك التعليكه اللي كتجينا زوينه والدجاج ما يجيناش ناشف. ها هو دابا شوفوا كيفاش تلبس كامل و التغميره دخلت في داك الدجاج. دونك دابا غادي ندوزو باش نبداو نعمرو البسيطلات ديالنا. هنا كناخذوا الاطار ديالنا وكناخذ الورقه اللي كنكون مقطعاها على 4 بحال هكا. كنحيد هاد الجنيبات اللي من هنا باش ما تجيناش عامره بالورقه. غادي نثبتوا القاعده بشويه بدوك الطريفات ديال الورقه. غادي ناخذ اللوز. هنا اللوز راني طحنته بوحدو، زدت عليه شويه ديال روحه الزهر مسكه حره وشويه السكر على حسب الحلاوه. نتوما اللي تحكموا في الحلاوه صافي. وغادي ناخذ هنا كندير طبقه مهمه من اللوز وكنحط الدجاج ديالي اللي طيبنا بديك العطريه. كيجي زوين وغزال وبنين بزاف. عاد البنات جربوا هذه الوصفه هذه. وكندلوي في القنيتات بحال هكا. كنقطعوا هذا الشيء. كنعاود ندير هذه. كنحيد هذا الشيء كله كنحيدو باش ما تجيناش طبقه غليظه. كنجي هنا كنحط واحد شويه ديال ابيض البيض كنضغط مزيان. كنتحصل على بسيطله بهذا الشكل هذا. وديك الساعات ملي غنبغيو ندخلوهم الفران راه غادي ندهنوهم بشويه ديال الزيت ونخليهم يتحمروا. ديك الساعات غادي نزينوهم باللوز ايفيلي ولا بالنوغا ولا باي حاجه حسب نتوما وداكشي واللي بغيتو. هنا ساليت الكميه كلها اللي عندي. كما كتشوفوا ملي كنسالي كنلوي البسيطلات ديالي في سلوفان وكنفرش ليهم واحد البابي هكا ديال البلاستيك وهكا كنكونوا سالينا الكميه ديالنا وكنعطيوها للناس ديالهم بحال هكا. حتى باللومبالاج خصو يكون مزيان باش كيحافظ لينا على الطراوه ديال البسيطلات. كما كتشوفوا ها هي وحيده. جربتها حداكم باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها زوين. كنزينوها كندخلوهم الفران كندهنوهم شويه ديال الزيت وكندخلوهم الفران كيتحمروا. ملي كيتحمروا راه كندهنوهم بشويه ديال العسل وكنزينوهم بشويه ديال اللوز ايفيلي اولا اللوز هكا كونكاسي اولا شويه ديال الكنافه حتى هي كتجي مزويونه. انا زينتها هكا بشويه ديال النوغا وفوق منها دوك لي فلور سيشي ديك لا فيوليت. وانتم كيبقى لكم الاختيار كيفاش تبغيو تقدموا هاد البسيطلات ديالكم. وتنقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء ان شاء الله في وصفه اخرى.